السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتكم معلم أسماء. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفة عامرة فيتامينات. وصفة حساء ولا لاسوب تاع الخضار معها خبز، يعني كما نعرفوا لاسوب نرفقوا لها ديما هذا الخبز المحمر. هذا الخبز محمر بالتوابل و يعني وبالفرماج غابي نحمروه في الكوشة. وكما نعرفوا ديما مرفق له. انا هنايا بلا ما نطول عليكم راح نشوفوا مع بعضنا مباشره كيفاش وجدت هذا لاصوب. بالنسبه لهذا لاصوب يعني ما نحتاجوش اللحم اصلا. هنايا عندي الخضره اللي كاينه. اول حاجه حطيت شويه زبده وزيت، قليت فيها حبه تاع بصل اللي كنت ديجا يعني قصيتها مربعات. ضفت لها 3 فصوص تاع ثوم كيف ما ربيتهاش، يعني حطيتها بعد ما تقلات وذبلت لنا شويه هذيك البصله. ضفت لها الخضار نتاعنا. بالنسبه للخضار هنا اللي استعملت 2 حبات زروديه، 2 حبات بطاطا. عندي ثاني الاخر الكابويه هنايا راح تمد لنا جو هايل لهذا الحساء. وعندي حبه نتاع الخردل ديما اسمه ننساه. هنايا كما راكم تشوفوا بعد ما تقلات لي الخضره بيان هنايا ضفت لها شويه برك تاع فلفل الكحل وملح. هذا ما كان يعني في هذه الوصفه ما نستعملوش بزاف توابل، هذا هو يعني التابل الوحيد اللي استعملته هو فلفل الكحل وشويه تاع ملح. راح نخليهم يتقلاو مليح البنات. بعد ما نشوفوهم يعني تقلاو تجي وقت باش نضيفوا الماء. هنا بالنسبه للماء البنات راح نضيفوا جوج ما يتغطى الماء برك هذاك هذيك الخضره. هذا ما كان. وهنا بعد ما ضفت هذاك الماء راح نقفل لاكوكوت تاعي. من الاحسن انكم تعملوها في كوكوت باش يعني هذوك لي فيتامين يبقاو في لاسوب تاعنا، يعني ما يتبخروناش. راح نشوفوا مع بعضنا كيفاش نوجدوا الخبز المحمص ونجيو نوجدوا مع بعضنا الخبز المحمر في الكوشه. هذا الخبز يعني كان ديجا بايت من قبل، قصيته كما راكم تشوفوا. عندي شويه تاع فلفل الكحل وعندي زبده وزيت. هنايا راح نستعمل الزبده فقط. عندي شويه معدنوس، عندي زعيطره يابسه ديجا، واللي عندها النعناع يابس ثاني يجي يعني بها هذا الخبز مليح. وعندي شويه ثوم وعندي كذلك الفرماج غابي. انا هنايا جبت هذا الطنجره. انا كما راكم تشوفوا راح نحط فيها الزبده. هنا تقدروا تستعملوا شويه زبده وشويه زيت، مي انا راح نستعمل الزبده راح يعطيها قوة هايل، يعني خير من ما تخلطي الزبده والزيت. هنايا الثوم، انا ما عنديش ثوم بودره، استعملت هذا الثوم يعني بعد ما ربيتها. ضفت شويه تاع معدنوس وشويه زعتره كما راكم تشوفوا راني ريحتها غير ما بين صوابع يديا. وعندي ثاني اذا عندكم كما قلت لكم النعناع يعطي ثاني جو هايل، راح نضيف شويه تاع فلفل الكحل. هذا ما كان البنات. راح نخليها فوق النار حتى تذوب هذيك الزبده. ومن بعد راح نطلي بها الخبز تاعي. وهنايا بعد ما ذبت لنا هذيك الزبده تاعنا انا راح هنايا راح نجيب بانسو ونبدا يعني نشرب هذاك الخبز على الجهتين حتى نكمل الكميه تاع الخبز اللي عندي. بعد ما نكمل الكميه اللي عندي كامل تاع الخبز راح ندخلها للفرن اللي كنت ديجا شعلته على 180 درجه. هنايا يعني راح يطيب لنا ولا راح يتحمر لنا من التحت ومن الفوق. بعد ما يتحمر لنا يعني راح نجبدوه ونحطو الفرماج يذوب لنا هذاك الفرماج رابي. ومن بعد يعني نتحصلوا على الخبز هذا المقرمش اللي راح نشوفوه ان شاء الله من بعد. وهنا كما راكم تشوفوا الحساء تاعي راهو طاب. دركا راح نرحيوه بالبراميكسر. هنايا يعني كاين اللي يحبو يكون خفيف وكاين اللي يحبو يكون ثقيل. اذا شفتوه بلي ثقيل بزاف راح نضيفوا له الماء. هنايا الماء لازم تسخنوه وتضيفوا له وترحيو.
هنايا راح نضيف له شويه اولا مرسو تاع فخوماج، يعني انا الفخوماج اللي حبيتو تعملوه انا عندي باغ يعني راح يعطيني جو هايل لهذا الحساء. راح نضيف له هذاك المرسو ونرحيه. من بعد ان شاء الله نشوفه في صحن تقديم مع الخبز هذاك اللي حمرته في الكوشه. بالنسبة للقوام هذا هو القوام تاعنا تاع لاسوب، يعني اللي يحبوها دارنا. وهنايا هذه هي لاسوب تاعنا. جات بنينة بزاف بزاف، رفقتها بهذا الخبز المحمر والمنسم بهذيك يعني الطعمة تاع الزعتر، وثاني بالفرماج غابي. ان شاء الله يا ربي الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم، ان شاء الله تجربوها وتخلي لي تعليقاتكم. دمتم عافيه لقناتي والى اللقاء، سلام.